باب التوبة مفتوح دلوقتي. ارجعي لو شايلة هموم الدنيا، ارجعي لو الدنيا خذلتك. مفيش وقت انسب ولا احسن من الوقت ده عشان نرجع لربنا ونتوب ونصلح من نفسنا. حلقة جديدة بنزرع فيها وردة في قلبك، بنسقيها بالإيمان والحب. فيديوهات رمضان لها طابع خاص وأسلوب مختلف. بس الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما أننا في رمضان، من المفروض ما نفوتش فرض، لا وكمان نزود سنن وتراويح قرآن وأذكار. مش ساعات لما بتفوتي فرض تحسي ان الدنيا ضاقت عليكي كده، وانك مش مبسوطة مش سعيدة؟ مش دايما بيجيلنا في اوقات من الشهر ضيقة وخنقة وبتحسي ان انتي مخنوقة ومش طايقة؟ طبعا تقلب هرمونات وكل الكلام ده، برضو قلة الصلاة في الوقت ده ليها عامل مهم واساسي وكبير في نفسيتك وفي قلبك وفي روحك. لكن لما بترجعي تصلي تاني بتحسي ان انتي هديتي، بقيتي احسن، بقيتي سعيدة اكتر، تحسي ان انتي بقى في امان اكتر، بقى في طمأنينة اكتر. لذلك في الاوقات اللي من الشهر دي نحاول نقرأ قرآن اكتر، نستغفر اكتر، نقول اذكار اكتر عشان نعوض الفرق اللي بيحصل في الايام دي. احنا مش جايين نتكلم عن الايام اللي احنا مش بنصلي فيها بسبب عذر شرعي، احنا جايين نتكلم عن كل مرة كنتي بتوقفي فيها صلاة شوية وبعد كده بترجعي لربنا تاني، بتحسي انك كنتي تايهة ولقيتي نفسك، بتحسي ان حياتك بقى ليها معنى، ان انتي بقيتي اقوى، ان روحك بقت اهدى. ومش الصلاة بس، ان احنا نقوي علاقتنا بربنا مش بالصلاة بس، الصلاة النوافل ونقول اذكار ونقرا قرآن. احنا اساسا مخلوقين عشان كده، احنا اصلا مخلوقين عشان نعبد ربنا، احنا مش مخلوقين عشان اي حاجة تانية غير كده. فاهماني؟ خلي علاقتك بربنا هي الاولوية، هي رقم واحد في حياتك. ارجعي له مش بس وانتي متضايقة ولما الدنيا تيجي عليكي، لا، ارجعي له دايما في الرخاء. في دعاء حلوة قوي قوي سمعته من الشيخ مصطفى حسني وبقيت بقوله على طول. يعني بيقول ايه الدعاء الجميل ده؟ اللهم اجعلنا عبيد احسان ولا تجعلنا عبيد امتحان. اللهم خذ بايدينا اليك بالعطاء ولا تأخذ بأيدينا إليك بالبلاء. يا رب احنا عايزين نقرب منك واحنا كويسين، واحنا بنعمل حاجات كويسة، مش عايزين نقرب عشان احنا في مشكلة وعشان احنا في ابتلاء. فالدعاء ده حلو قوي قوي يعني. ودايما ادعي قولي يا رب لا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني ما تسيبنيش كده مع نفسي، لا خليك دايما يا رب معايا. كل ما تقربي من ربنا بتقربي لنفسك. كل ما بتصلي ظروفك بس مش بتتغير، لا انت بتتغيري من جواكي. مش لازم تلاقي انبهارات وحاجات عظيمة، بس على الاقل قلبك هيطمن، التوتر هيخف، هتبقي قادرة تشوفي الحاجة الكويسة في الابتلاءات، هتبقي قادرة تؤمني ان لعله خير، واكيد ربنا شايل لي حاجة كويسة حتى لو انا مش عارفاها دلوقتي. لما تشوفي بعين الايمان مش بعين الضعف هتعرفي ان العبودية لله مش ضعف، ده هي دي قوتك الحقيقية، هي دي الحاجة اللي هتقويكي، هي دي الحاجة اللي هتديكي طاقة وقوة انك تواجهي العالم. لما بترفع ايدك بالدعاء انت مش بتنكسري، لا انت بتنهضي، بتتطهري، بتتعافي. لما بتتذللي من ايدين ربنا انت كده بتبقي اقوى بوجود ربنا معاكي، بتهدي، بتطمني، اقرب لنفسك المطمئنة الحقيقية. لو حاسة بتقلبات جواكي وصراع وتعب ومش عارفة ايه سببه، ما تبصيش بره، بصي الاول جواكي، بصي الاول عن ايه علاقتك بربنا، ازاي هي صلتك بربنا. هل بتدعي؟ هل بتصلي؟ هل بتستغفري؟ هل بعد كل حاجة بتحسي ان انتي ممكن تكوني غلطتي فيها بترجعي تستغفري وبتوبي، ولا بتبعدي اكتر؟ ما تخليش الشيطان يهيئلك ان انتي عملتي مثلا ذنوب كتير، نميتي، كدبتي، ان انتي لما ترجعي لربنا هو مش هيغفرلك. ما تخليش ان الشيطان يدخلك من الحتة دي، لان ربنا هيتوب عليكي لو انتي نيتك صادقة، لو انتي راجعة بجد. فرجوعك لربنا اجمل قرار ممكن تاخديه، انك تقربي منه وانك ترجعي تصلي وتستغفري وتزودي نوافل وتقري قرآن حتى لو بعدتي. كان في امام بيقولك الايمان يزيد وينقص، في ايام
تبقى قريب قوي من ربنا، وفي ايام للاسف الدنيا بتلهينا. فلما نلاقي نفسنا بعدنا ما نبعدش اكتر، لا نحاول نقرب اكتر واكتر. تعالوا معانا نشوف 10 خطوات سهلة بسيطة عشان تعرفي ترجعي لربنا وتقربي له اكتر، خاصة ان احنا في شهر كريم، شهر مبارك، شهر استجابة الدعاء، شهر الرحمات، شهر القبول، شهر العفو، شهر العتق من النار. وطي صوت العالم وعلي صوت الدعاء في قلبك. في الزحمة والأخبار والرسائل والسوشيال ميديا اختاري انك تقفلي شوية من الدوشة دي. خصصي كل يوم وقت تكوني فيه هادية، تقعدي تدعي وتستغفري وتحاسبي نفسك، قولي انا عملت كده غلط، واستغفري ربنا كتير. استغفري ربنا حتى لو انت يعني استغفار باب للرزق، باب للرحمة، باب للسكينة، باب لحاجات كتير قوي. وادعي على الفطار اللهم قربني إليك حتى لو بعدت، اللهم خذ بيدي حتى لو ضعفت، اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان، وخذ بأيدينا إليك إلى العطاء بالعطاء ولا تأخذ بأيدينا إليك بالبلاء. في السكون ده هتسمعي صوت قلبك وهو راجع ومبسوط ان انتي ابتديتي تقربي لربنا، عشان ملكيش ملجأ غيره. اقعدي مع نفسك مش عشان تعاتبيها، عشان تطبطبي عليها. لا احنا غلطنا بس هنستغفر، مش هنستسلم، هنقوم وهنصلي وهنصوم وهنتصدق. ربنا بيحب التوابين، بيفرح لما بترجعي له حتى لو بعد غياب. كل الرجوع حتى لو كان صغير هو انتصار، كل دمعة توبة هي حياة جديدة لقلبك. ارجعي النهاردة وما تستنيش تكوني مثالية وصادقة في كل حاجة عشان ترجعي. حتى لو بتعملي اخطاء، حتى لو بتحطي ميك اب، حتى لو بتلبسي مش احسن حاجة، مش مشكلة. ابدأي النهاردة، يمكن دي تكون بداية ليكي جديدة. وادعي ربنا ان هو يهديكي ويقويكي. الدعاء مش بس عشان تطلبي من ربنا الأمنيات والحاجات اللي انت نفسك تحققيها، هو اللقاء ما بينك وبين ربنا. ربنا بيقول في كتابه العزيز إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا كمان بيقول في كتابه العزيز وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ألم يعلموا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات إن الله هو التواب الرحيم. وكمان بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاحنا مستنيين ايه عشان نرجع لربنا؟ مستنيين ايه عشان نتوب؟ هو مستنينا، احنا اللي مش عايزين نروح. تاني حاجة، استحضري معنى الله يراني في كل لحظة، كل خطوة، كل همسة. استحضري معنى ان ربنا شايفك وسمعك وعارف اللي في راسك واللي في قلبك. لما تستحضري المعنى ده علاقتك بالصلاة وبالذنوب وبنفسك هتتغير. هتصلي مش عشان دي عادة، لأ، عشان ده لقاء بينك وبين ربنا اللي عارف ايه اللي جواكي. هتترددي قبل ما تغلطي عشان عارفة ان ربنا شايفك وعارف ايه اللي في خبايا نفسك. مش هتحتاجي اعجاب من حد ولا مدح من حد، لان انت عارفة، ومش مستنية حاجة من حد، لان انت عارفة ان انت هدفك وغايتك ان ربنا يرضى عنك. هو بقى اللي قدامك ده فهم صح فهم غلط، انت هتتحاسبي على نيتك وهتتحاسبي على اللي انت عملتيه بنية كويسة. هتحسي براحة غريبة لانك مش عايشة في خوف من المجهول، انت عايشة في يقين ان ربنا معاكي وشايفك ومش هينساكي ومش غافل عنك وهو دايما معاكي. خلي المعنى ده دايما في قلبك. لو ما فيش حد شايفني فربنا شايفني، لو ما فيش حد فاهمني وعارف ان انا اتصرفت كده بحسن نية وكان قصدي كذا وما تفهمتش صح، مش مشكلة، ربنا هيحاسبني على نيتي، مش هيحاسبني على الناس ولا على ظنهم فيا. تالت حاجة، ما تكبريش الذنب في عينك، كبري ربنا في قلبك. احيانا بنتوه عشان بنضخم نفسنا قوي، بنقول انا بعيدة قوي، انا وحشة قوي، انا مش نافعة قوي. بس الرجوع
مش محتاج ان انتي تبقي كويسة قوي وان انتي فظيعة قوي، بالعكس ربنا بيحب التوابين. كل ما تقعي ارجعي بقلب مكسور بندم، بقولي يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب هديني. ما تبصيش وراكي كتير، اللي حصل حصل خلاص، والذنب اللي اتعمل واللي فات فات. طول ما قلبك بينبض بالحياة فباب التوبة مفتوح، وربنا قال بيغفر الذنوب جميعا. ارجعي حتى لو شايلة هموم الدنيا في قلبك، ارجعي حتى لو الكل خذلك، ربنا مش هيخذلك وربنا هيبقى معاكي. مهم ان انتي ترجعي بقلب صادق ونية كويسة. اقعدي مع نفسك وادعي كتير، قولي يا رب ماليش غيرك، وابدأي من جديد صفحة بيضة. احنا في رمضان، ربنا ان شاء الله يغفر لنا جميعا ويعتق رقابنا جميعا من النار. مفيش احسن من الوقت ده انك تبدأي بداية جديدة مع ربنا. مش لازم تكوني كاملة، المهم تكوني صادقة وتكوني ناوية بجد ان انتي ترجعي لربنا بجد. ما تبصيش لان انتي كنت بتعمليه لتقصيرك، بصي على قلبك ان هو جاي وان هو هيتوب، وان هو ربنا هيتقبلك زي ما انتي، وان الحسنات يذهبن السيئات. فارجعي لربنا مهما كنتي عملتي قبل كده، مهما كنتي قصرتي قبل كده، فباب التوبة مفتوح دايما في اي وقت. حتى لو بتسمعي الفيديو ده مش في رمضان، فباب التوبة مفتوح دايما دايما. المهم ترجعي بصدق. 4 حاجة، اعملي لنفسك ورد استغفار. الاستغفار مش مجرد كلام وخلاص، هو عملية تنظيف مستمرة للقلب. قولي في يومك استغفر الله العظيم واتوب اليه 100 مرة فأكتر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقولها 100 مرة. الرسول اللي هو يعني خلاص، يعني انت بتستغفر ليه؟ انت اساسا رسول، انت سيدنا محمد. بس الاستغفار مش بس عشان الذنوب، اللي هو اصلا معصوم من الخطأ. انت بتستغفر ليه يا رسول الله؟ هو بيستغفر عشان الاستغفار ده بيلين القلب، بيخفف الهم، بيطمن، بيزود الرزق على فكرة، كمان بيخلي في رزقك بركة، وفي يومك بركة، وفي حياتك كلها بركة، بيخليكي اهدى وألطف ولينة القلب. هتشوفي ازاي بالاستغفار نظرتك للدنيا هتتغير، هيبقى عندك صبر وسلام نفسي. مفيش حاجة هتصلح اللي جوانا زي لحظة صدق مع ربنا، مفيش حاجة بتنور الطريق زي الرجوع إلى ربنا، وزي ما انك تستغفري ربنا وترجعي له. هاتي اللي هو السبحة الإلكترونية دي واعملي 1000 مرة، 2000 مرة، اعملي على قد ما تقدري، 500 مرة. ابدأي بأقل القليل، ما تحطيش على نفسك لود. انتي عموما لما لسانك يتعود على الاستغفار هتلاقيكي بتستغفري في كل مكان، مش هتحتاجي ان انتي تفتكري يعني. بس اهم حاجة ان انتي تستمري، مش تقولي شوية وتنقطعي. هتحسي بفرق عظيم في حياتك وكبير جدا في روحك وفي نفسك وفي توفيق ربنا ليكي في كل جانب من جوانب حياتك. 5، صلي كأنها آخر صلاة ليك. حافظي على ميعادها، حاولي ان انتي ما تأخريش الصلاة خالص خالص على قد ما تقدري، إلا لو كان سبب قهري غصب عنك فعلا. لكن العادي ان احنا أول لما الأذان بيدن بنصلي. ده وقت راحة ليكي وسكينة وهدوء. افتكري انك واقفة قدام ربنا وعارف اللي جواكي. خلي قلبك يسمع لسانك. كل تكبيرة بتخفف من حزنك وهمك، وفي كل تسليم. فصلاتك مش بس فرض، هي شفاء، أمان. صلي بحب، بسعادة، عشان نقي بيها قلبك، طهري بيها روحك، كأنك بتنفضي كل التقل اللي عليكي وبترمي حمولك كلها على ربنا. فحافظي على صلاتك في وقتها، ولو أخرت الصلاة هيتأخر عنك كل خير. فحاولي ان انتي تصلي صلاتك في وقتها، لان ده هيزود السكينة في قلبك والتوفيق في خطواتك. الصلاة هي ميعاد ما بينك وبين ربنا، عشان وربنا مش محتاج صلاتك في حاجة على فكرة. انك تصلي او ما تصليش، هو ربنا مش محتاج الصلاة دي في حاجة، انت اللي محتاجاها. انت اللي محتاجة تهدي، تصلحي قلبك، تصلحي نفسك، عشان ربنا يجبر كسرك ويهدي قلبك. كل ما حافظتي على الصلاة كل ما انت هتلاقيكي بقيتي احسن، هتلاقي رزقك بقى احسن، هتلاقي علاقتك بنفسك وبالناس وبولادك وكل حاجة بقت احسن. لما بتصلي الصلاة في وقتها انت بتدي الأولوية لربنا. لما بتجعلي الأولوية لربنا في كل حاجة في حياتك
كل حاجة في حياتك بتتحسن. مفيش اي حاجة في الدنيا هتمنعك، لا شغل ولا تليفون ولا تعب ولا مرض ولا اي حاجة المفروض ان هي تخليكي تأخري صلاتك. فخلي صلاتك في وقتها، مش متأخرة ومش بسرعة، بوعي. محدش هيندم في الآخرة على أي حاجة غير على صلاته اللي هو مصلهاش. فخلي الصلاة ميعاد بينك وبين حد بتحبيه، مش فرض عليكي. وتخليش الشيطان يوسوسلك ويقولك، عشان انا الشيطان بيعمل فيها الحركة دي، شيطان ابن لذينه، يقولي انت بتصليها على طول اول لما بتدن عشان تخلصي منها. والله لا، بيدخلي من حتت ابن كلب. والله قال لي ايوه انت بتصلي اول لما بيدن عشان تخلصي بقى وتفضي وتبقي قاعده بقى وراكيش حاجه تعملي بقى اللي انت عايزاه. مش بتصلي عشان انت، حتى لو هو قالك كده ولا كأنك سامعاه. صلي اول لما الاذان يصلي. هو بيدخل لنا من كل الجوانب، اللي هو طب الاول اصل انت تعبانه، طب اخريها، طب ده لسه بدري، ده مش عارفه ايه. لما ابتديت التزم بقى وبقيت اول لما الاذان بيدن بصليها. ايوه يا ستي، انت اول لما بيدن بتصليها عشان تخلصي، عشان تقعدي تلعبي بقى براحتك، ولا تشوفي انت هتعملي ايه، ولا تقلبي على الفيس، ولا كده. لكن ما تفتكريش ان انت بتصليها عشان انت كويسه، لا بجد بيخش لي من الحته دي. فحتى لو دخلك من الحته دي قولي له انا يا سيدي بلعب ماشي، بس انا هصلي برضو اول لما الاذان يأذن. سادس حاجه، ابدأي يومك بذكر ربنا. اول لما تصحي قولي الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. اذكري ربنا. يا ريت نصحى على الفجر ونصلي الفجر. طبعا احنا في رمضان فالمفروض ان احنا بنتسحر ونصلي الفجر وننام، فصلي ركعتين الضحى واذكري ربنا اول لما تصحي من النوم. سابع نقطة، حاولي ان انت ما تقطعيش القرآن في يومك. وطبعا مش بتكلم عن رمضان، لان احنا المفروض كلنا في رمضان بيبقى لينا ورد قرآني، اللي بيختم ختمة واللي بيختم 2 واللي بيختم اكتر، كل واحد على قد ما ربنا يقدره. انا في النقطة دي بتكلم في الايام بعد رمضان، يعني على الاقل يبقى ليكي صفحة ولا ربع ولا صفحتين، على قد ما تقدر صفحة في اليوم يا ستي، على قد ما تقدري. حاولي ان يومك ما يخلاش من القرآن. القرآن مش بنقراه في رمضان بس، المفروض ان احنا بنعيش بيه. المفروض ان احنا بنقرا الايات دي وننفذها. الايات دي بتفتح لنا ابواب للطمأنينة، بتطلعك من هم، بتبشرك ان بعد الضيق في فرج، بتطبطب على قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. فازاي تفوتي سيل الحسنات دي كلها؟ ازاي تعملي في نفسك كده؟ حاولي تمسكي في القرآن وما تسيبيهوش، ده نور ليكي في الضلمة، هو ده طريقك للجنة. انت متخيلة كمية الحسنات اللي في صفحة واحدة قد ايه؟ ودايما ادعي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب هم. 8، حاولي يبقى ليكي صحبة صالحة. اختاري صحبة كويسة تشارك معاكي خطواتك وتقربك من ربنا. مش لاقية صحبة صالحة، اسمعي فيديوهات. في واحدة والله حلوة قوي على اليوتيوب، هبقى احط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن لو افتكرت. لا جميلة بصراحة، تحكي لنا عن حكاياتها مع الاستغفار وازاي الاستغفار غيرها. فلو ما فيش حد جنبك يطورك ويخليكي تقربي من ربنا اكتر، شوفي صحبة صالحة على اليوتيوب، على الفيسبوك، في حاجات واتساب بيحفظوا مع بعض القرآن، في حلقات ذكر، في حاجات كتير قوي. فحاولي تلاقي صحبة صالحة تشجعك ان انت تبقي احسن. 9، افتكري دايما نعم ربنا كتير عليكي واشكريه عليها. احنا بنبعد عشان بننسى فضل ربنا علينا. اقعدي اكتبي النعم اللي ربنا انعم بيها عليك، صحتك، ولادك. كم مرة كنت هتقعي في مشكلة وربنا نجدك منها؟ كم مرة كنت هيحصل لك حادثة وربنا طلعك منها؟ ودايما ندعي بعد كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد كل صلاة استشعري دايما عظمة النعم اللي مغرقاكي. بصي لنفسك، بصي لعينيكي، لحركتك، لكلامك، لكل حاجة حواليكي، لبيتك. ما تنسيش تشكري ربنا على النعم دي. الشكر بيزود النعم وبيجلب البركة وبيفتح أبواب السعادة. دايما قولي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على كل النعم، الحمد لله على ما أعطى وما منع، كله خير. افتكري ان اللي بيشكر ربنا ده ربنا بيثبت النعمة عنده وبتفضل موجودة. ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم اللي حواليكي دي
تستحق الشكر. اوعي تغفلي عن شكر ربنا على النعم اللي في حياتك. اشكري ربنا في السر وفي الجهر وبقلبك وبلسانك. الشكر مفتاح للزيادة، مفتاح للبركة، مفتاح للرضا والطمأنينة. اخر حاجة، ما تيأسيش من نفسك. ممكن تلتزمي شوية وتقعي شوية، ترجعي شوية وتضعفي شوية، بعدين تقومي تاني. ده طبيعي. ما تيأسيش من نفسك خالص. مش مسموح لك ان انتي تيأسي. ربنا بيحب التوابين وبيحب اللي يذنب ويرجع له، واللي يقصر ويرجع له. تقوليش انا تعبت، انا زهقت. قولي لا، انا هفضل وهرجع وهقاوم نفسي، ولو قصرت هرجع تاني، ولو تخاذلت رغم ان انا كنت ملتزمة هرجع اقوم تاني وافوق تاني واعمل تاني. كل رجوع ليكي ده هينور قلبك وهيفرحك. ولو الدنيا ضاقت بيكي فابواب السما كلها مفتوحالك. فارجعي دايما لربنا. ربنا دايما ابوابه مفتوحة. وما تيأسيش من نفسك. ما تيأسيش من نفسك. الرجوع مش هيحصل مرة واحدة، هي خطوات صغيرة بقلب صادق هتجهزك تكوني افضل نسخة من نفسك. ابدأي باللي انت عليه دلوقتي وباللي انت تقدري عليه. احنا في شهر كريم، في شهر رحمات، في شهر سكينة، في شهر كل الابواب مفتحة والشياطين مصفدة. ده احسن فرصة ليكي ان انت ترجعي وتتوبي وما تيأسيش من نفسك. وخلي الفيديو ده عندك سيفيه عشان كل ما تيأسي، كل ما ترجعي تتفرجي عليه تاني وتعرفي ان ربنا غفور رحيم، يحب التوابين وبيحب عباده اللي بيذنبوا وبيرجعوا له تاني. فلو وقعتي ارجعي تاني. الإيمان يزيد وينقص. كل ما تحسي ان إيمانك نقص ما تزعليش وما تيأسيش. جهدي نفسك وحاولي تاني. دايما أبواب ربنا وأبواب السماء وأبواب التوبة مفتوحة. وبس كده. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. ويا رب اعتق رقابنا من النار، ويا رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلام.